هذه يعني توجهات مجلس الامن حقيقه ان او طرح المغرب لمشروع الحكم الذاتي، نجد ان هذه القرارات يعني تاثرت حقيقه بطرح هذا المشروع، وخصوصا على مستوى تنكر او تجاوز مجموعه من الخيارات المتجاوزه التي كانت محل نقاش في الماضي. وأتحدث هنا عن خيار الاستفتاء أو حق تقرير المصير بشكله التقليدي كما كان يروج له البوليساريو. أولا سياقات الحكم الذاتي وصل يعني المرحلة، يعني هنا أريد أن أتحدث عن المرحلة أو الظرفية التي طرح فيها المغرب مشروع الحكم الذاتي. أولا الظرفية كانت تتسم يعني بوصول ملف الصحراء إلى مرحلة عسيرة بفعل تعنت البوليساريو، وايضا كانت هناك استقاله لمبعوث الامين العام الاممي المكلف بالقضيه السيد جيمس بيكر، وازدياد المخاوف ليس فقط بالنسبه للامم المتحده حتى بالنسبه للدول الكبرى من اندلاع مواجهه عسكريه في المنطقه. والامم المتحده اضحت يعني جد متحمسه لايجاد حل لهذه الازمه المفتعله. كذلك القوى الدوليه الكبرى كانت في هذه المرحله متاكده ويعني تستوعب خطورة بروز بؤرة توتر في هذه المنطقة بما يمكنه أن يدعم نشوب عدة مشاكل مرتبطة بالإرهاب ومرتبطة بعدد من المعضلات كالهجرة إلى غير ذلك، الهجرة خصوصا الهجرة السرية. ضمن كذلك يعني خطوة لا تخلو من جرأة، المغرب سيطرح هذا المشروع، وهو مشروع حقيقة ينحو إلى حل واقعي ومستدام. واقعي معناه يأخذ بعين الاعتبار ما تحقق على امتداد أكثر من 3 عقود على الأرض، ومستدام معناه أنه يقدم حلا يمكنه أن يدوم ويمكنه أن لا يتم التراجع عنه، على اعتبار أنه كما سنرى لاحقا بأن المشروع هو مبني بالأساس على التفاوض وعلى الحوار. إذا ينظم اليوم مركز عبد الملك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية ندوة علمية ولقاء علميا حول قضية الصحراء المغربية، قراءة في التحولات والاستراتيجيات. في إطار هذه الندوة سنناقش اليوم ونتلقى في مجموعة من الأفكار حول قضية الصحراء المغربية وفق مفهوم جديد واستراتيجيات جديدة تلائم طريقة تفكير الجيل الناشئ وفق طرح مجموعة من المقاربات والتحولات التي عرفتها القضية على الصعيد الوطني والعالمي. إذن سننطلق إن شاء الله من التعريف بالقضية ولكن بطريقة استراتيجية تدبيرية حديثة بخلاف الطرق السابقة السردية والتاريخية. سنحاول إلقاء الضوء والتركيز على مجموعة من المؤشرات والمفاهيم الحديثة في التعريف بالقضية الوطنية، وهي مؤشر الوحدة الوطنية، مؤشر تذكير الأمة، ومؤشر التنمية المستدامة. إذن فالجيل اليوم يعتمد على مقاربات حديثة، مقاربات تدبيرية تعتمد على الواقع والآفاق والتحديات، وهو ما سنحاول أن نركز عليه في هذه المقاربة بالتعريف بالتحولات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية من الترافع في إطار المقاربة القانونية أمام مجموعة من المؤسسات القانونية والقضائية الدولية إلى التحول إلى معالجة القضية وفق مقاربة سياسية ومقاربة حقوقية. إذن فهذا التحول كان عبر مجموعة من المراحل وعبر مجموعة من يعني الترافعات الوطنية والدولية التي مارستها كل من الدبلوماسية الرسمية أو الدبلوماسية الموازية حول القضية الوطنية. يمكن القول أن القضية الصحراء دخلت مرحلة جديدة أو انفتحت لها آفاق جديدة، وفي نفس الوقت عندما ندرس تقرير الأمين العام الأخير للأمم المتحدة الذي قدم في أكتوبر، فالقضية تواجه تحديات، ما زالت تواجه تحديات ينبغي الاشتغال عليها بالجدية المطلوبة وبتحمل المسؤولية المطلوبة. لهذا السبب الندوة اليوم حول الترافع الأكاديمي جد هامة، لأنها تعكس إرادة في دعم جهود بلادنا لدعم مسار المرحلة الجديدة، وأيضا إسناد بلادنا في مواجهة هذه التحديات. مرحلة جديدة لأن خطاب جلالة الملك
الأخير بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وضع القضية اليوم ضمن أفق أطلسي. هنالك الآن مبادرة أطلسية حوالي 32 دولة إفريقية، أوروبية، لاتينية، لتأسيس فضاء. وهنا قضية الصحراء دخلت مرحلة أن تشكل أحد أعمدة هذا الفضاء بما تتوفر عليه من إمكانات اقتصادية. لهذا السبب مصادقة على قانون الحدود الإقليمية البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة قبل 3 سنوات في جزء من هذا المسار اللي عنده هذا البعد الأطلسي. في المقابل هنالك تحديات. أولا تحدي التصدي للاستفزاز الانفصالي، وهنا لابد من تجديد الإدانة للجريمة الإرهابية بالسمارة. يعني ما وثقته بلادنا وأبلغت به الأمم المتحدة رسميا أزيد من 550 استهداف لأمن بلادنا انطلاقا من التندف من طرف الانفصاليين. نحن اليوم في 2023 بمعنى 3 سنوات مرت على إنهاء بلادنا للعبث الانفصالي، العبث الانفصالي في منطقة القرقرات. فعلى المستوى الميداني والعسكري التحدي المطروح الحمد لله نحن في وضع هجومي. استفزاز انفصالي فشل ويحصد الفشل تلو سنة تلو أخرى، وهذا وضع مسرح. هنالك تحدي ثاني وتحدي المضي أبعد مدى ممكن على المستوى الاقتصادي والتنموي. المشاريع الكبرى التي أطلقتها بلادنا والتي قارب أجل اكتمالها، لأن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الصحراوية 2015-2025 بقيت حوالي سنة أو سنتين. الثمار الأولى عندما نقول الميناء الأطلسي الكبير في الداخلة، أو نقول مشروع الربط الكهربائي بالشبكة الوطنية، أو عندما نقول طريق السيار تيزنيت الداخلة، وعندما نتحدث عن المركب الصناعي في العيون، أو المستشفى الجامعي بمدينة العيون، أو يعني مشاريع مهيكلة، أو مشروع محطة تحلية المياه لتأمين الماء الصالح للشرب للداخلة، وأيضا لعملية سقي حوالي 5000 هكتار على مستوى جهة الداخل. هذه كلها مشاريع هيكلية، وعندنا تحدي سريع لإنجاز والاكتمال. ثم هنالك تحدي سياسي دبلوماسي على مستوى الأمم المتحدة، وهو التحدي الثالث بأبعاده، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ولكن على مستوى الأمم المتحدة اليوم على خلاف الدينامية التي كانت في 2018-2019، اليوم هنالك تعنت جزائري انفصالي رافض للانخراط في دراسة مشروع الحل السياسي لهذا النزاع. كانت مشروع المائدة المستديرة وكانت دينامية 2018-2019. الآن الجزائر ترفض الانخراط فيها وتعترض عليه. فهنالك نوع من توقف في العملية السياسية ولمصلحة بلادنا، لأن المغرب يراكم الاعتراف بمغربية الصحراء، فتح القنصليات، تكريس اعتبار الحكم الذاتي هو الحل السياسي الوحيد كحكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. هذه كل مسارات، وبالتالي أمام الفشل على المستوى العسكري، أمام الفشل على المستوى التنموي في المخيمات، يعني حالة اليأس مقابل النجاح على المستوى التنموي داخل الأقاليم الصحراوية. الآن الأمم المتحدة هي التي تعمل على طرح بعض المشاريع لحل المشكلة داخل المخيم. ثم أمام تقدم بالنسبة لنا تقدم سياسي، ولكن الآخر هو الآن الكرة عنده، هو اللي في وضع دفاعي عليه أن يبرر رفضه لإيجاد حل سياسي لهذا النزاع والانخراط في عملية التسوية. إذا القضية بأبعادها اليوم في هذا الإطار الحمد لله بلادنا في وضع هجومي متقدم، والآخر في وضع تراجعي، وبالتالي نحن معنيون كما قلت بإنجاح الانتقال للمرحلة الثانية اللي هي المرحلة المرتبطة بالأفق الأطلسي
المغرب وضمنه الصحراء. تأتي هذه الندوة المعنونة بقضية الصحراء المغربية، قراءة في التحولات والاستراتيجيات في إطار تكريس والتقليد السنوي اللي كيقوم به مركز عبد الملك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية في الترافع الأكاديمي حول عدالة قضيتنا الصحراء، من خلال مشاركة مجموعة المتدخلين المتخصصين منهم الوزير السابق الأستاذ مصطفى الخلفي والأستاذ القريني وكذلك أستاذ البزاز وعبد ربيه، في إطار واحد المداخلة حول تحول استراتيجية من المقاربة الدفاعية اللي كان كيمارسها المغرب في السابق إلى تحولها إلى مقاربة هجومية لتحقيق المزيد من المكتسبات، لا سيما بعد الخطاب السامي ديال جلالة الملك في إطار السنة الماضية 2022 ديال خطاب 20 أغسطس لذكرى ثورة الملك والشعب، واللي نادى بأنه ملف الصحراء أصبح هو المنظار اللي كينظر به المغرب في علاقته وشراكته بالآخرين، وبالتالي من له لبس في مغربية الصحراء فإنه المغرب لا يقيم معه علاقات طبيعية بالطبع. هذا دائما في إطار الدفاع عن مصالح المملكة وأولاها هي وحدة ترابه والإقرار بمغربية صحرائه. أود أن أشكر المنظمين لتوجيه الدعوة للمشاركة في هذه الندوة الوطنية التي ينظمها مركز الدراسات والأبحاث القانونية جامعة عبد الملك السعدي. بطبيعة الحال هذا اللقاء هو لقاء علمي مهم جدا يتناول القضية الوطنية والتطورات على ضوء التحولات الجيوستراتيجية التي تعرفها العلاقات الدولية ومدى انعكاسها على الحل النهائي والطي النهائي لمشكل قضية الصحراء المغربية. بطبيعة الحال هذا موضوع مهم يهمنا كمواطنين كباحثين كفاعلين، كذلك جميع الفاعلين مهتمين سواء السياسيين أو الاجتماعيين، لهم يجب أن يكون هناك متابعة ورصد واهتمام بهذا الموضوع ذو الأهمية الوطنية الأولى. الموضوع الذي سوف أتناوله إلى جانب عدد من المتدخلين مختصين في قضايا الصحراء قضايا القانون الدولي والعلاقات الدولية، يتعلق الأمر بموضوع حول تطور مواقف مجلس الأمن الدولي من قضية الصحراء المغربية على ضوء التحولات الدولية، حيث يسجل بالفعل هناك نشاط ودينامية جديدة للدبلوماسية المغربية، وبفضل هذه الدينامية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعطت أكلها، حيث أنه تم تحقيق عدة مكاسب سياسية ودبلوماسية لصالح القضية الوطنية، حيث أن القرارات الأخيرة لا سيما القرار الأخير 2703 صدر في 30 أكتوبر 2023 يشكل أحد المحطات الهامة التي تبين مدى بطبيعة الحال صلابة الموقف المغربي وعدالة الموقف المغربي فيما يخص حل هذا المشكل الذي طال زمانه بطبيعة الحال الذي وراءه أطراف بطبيعة الحال لا سيما بعض الأطراف الدول المجاورة التي تستغل هذه القضية بشكل خاص.